فيديو جديد كتشاهدوا على قناة يوتيوب قناة رجاء في البيت. كنتمنى يلقاكم على خير وبخير، وغادي نتقاسم معكم كرواسون بدون بيض ولا حليب بلا قوة ليتور. غادي نبسطها لكم قدر المستطاع بطريقة سهلة وسريعة، ما كتشدش اليد وما كترهقناش، وكنحصلوا عليها مقرمشة مجعبة من الداخل، والاهم انها كتجي خفيفة وبنينه بزاف، والنتيجه قدامكم احسن من التي توبع. اذا بلا ما نطول عليكم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم، وكنتمنى توصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات والبارطاج باش كتعمل فائده، ونخليكم تكتشفوا باقي التفاصيل. اذا على بركه الله كنحتاج ل5 كؤوس من الدقيق. طبعا الكؤوس كتكون ممسوحه باش كتقيس لينا 100 غرام. هاد الكاس عندي راه نفس القياس ديال كاس العنبه، نتوما غادي تخدموا بكاس العنبه حتى جيت في الطوطال ديال الدقيق 500 غرام. كنوضع ملعقه صغيره من الملح ما يعادل 10 غرام، 2 اكياس من الفانيليا ما يعادل 14 غرام. كنخلط بالملعقه. كنوضع حفره في الوسط غادي نوضع فيها ملعقه ونصف من الخميره ما يعادل 16 غرام. الا كان الحال سخون راه كتكتفي غير ملعقه كبيره، يعني ملعقه واحده. من بعد كنضيف اقل من نصف كاس من السكر ما يعادل 60 غرام، ممكن نضيفو حتى 70 غرام. وكنوضع كاس من الماء اللي كيكون دافي ما يعادل 160 مليلتر. كنوضعو على الخميره والسكر وكنخلط بالملعقه باش كيتفاعلوا مع بعضياتهم. وكنوضع ايضا ملعقه ونصف من الزبده اللي كتكون لينه وبدرجه حراره الغرفه. طبعا كنغطي على هاد الانيه ديالي وكنتركها حتى كتفاعل الخميره كي شفتوا معايا. من بعد عاد كنوضع كاس الا ربع من الماء، اي احتاجيت في الكميه ديال السوائل الاجماليه 280 مليلتر، كاسين الا ربع. المهم كتحصلوا على عجين اللي كتكون طريه، ما كتكونش قاصحه وما كتكونش كتلتصق بزاف في الايادي. مباشره كنوضعها على سطح العمل، كندلكها بهذا الشكل. ضروري ما تدلكوها حتى كتحصلوا على عجين اللي كتكون ملساء، يعني السطح ديالها كيولي املس وكتكون طريه بزاف ورطبه. هنا كنوضعها في البول او في الانيه وغادي نغطيها، وطبعا كنتركها جانبا حتى كيضاعف الحجم ديالها. بعد ما كيضاعف الحجم ديالها ضروري ما تتركوها تختمر بشكل جيد. هنا كنخرج منها الهواء المتكون. طبعا غادي نرش سطح العمل بالدقيق وكنكور هاد العجين وكنوضعها بهذا الشكل. كنرشها مزيان بالدقيق، عاد كنبدا نطلقها. غادي نعطيها شكل مستطيل بسمك 1 سنتيم. من بعد كنحتاج 250 غرام من الزبده اللي ضروري ولا بد تكون خاصه بالتوريق. انا كنستعمل الزبده ديال الكرتونه اللي فيها 5 كيلو، يعني كنبقى نقسمها وكنعبرها وكنلويها في السلوفان وكنحتفظ بها كتقام اقتصاديه. المهم كنحتاج للدقيق وكنمر كنبشر هاد الزبده في الحكاكه حتى كنغطي داك المستطيل ديال العجين بالكامل. طبعا كتحاولوا توزعوها بشكل متساوي. من بعد غادي نطوي الطويه الاولى، كنحاول نقاد الاطراف مع بعضياتهم، وغادي نزيد نكبر هذا المستطيل غير شويه كي كتشوفوا معايا، وكنرجع نلف او نطوي الطويه الثانيه، ودائما كنثبت هذا المستطيل وكنطوي الطويه الثالثه. كنقاد الاطراف كي كتلاحظوا وكنرش الدقيق، وغادي نبدا نطلق هذا المستطيل. كنعرضه يعني كنعطيه شويه العرض، ومن بعد غادي نعطيه الطول، يعني كنحاول نطولو قدر المستطاع ونرقق العجين. سبق لي وتقاسمت معكم عده طرق للتوريق، ولكن هاد الطريقه كننصحكم انكم تجربوها لانها غادي تولي المعتمده عندكم، ساهله بزاف وما كتشدش اليد. من بعد ما كنعطيه الطول كنبدا كنطويه الطريقه اللي موضحه في الفيديو حتى كنوصل للنهايه ديال العجين. ودائما كنثبت العجين وكنضغط عليها باش كيلتصقوا الطبقات مع بعضياتهم. هنا غادي نقطعها لكم باش تشوفوا.
التوريق. يعني كنكتفيو غير بهذا القدر، وصدقوني راه كنحصلوا على كرواسون اللي ناجحه، ما كترهقناش وما كتشدش اليد نهائيا. هنا ضروري ما تغطيو العجين وتتركوها ترتاح على الاقل 5 دقائق باش كتطلق ليكم. من بعد كنرش الدقيق، انا تركتها هنا حوالي 6 دقائق. كنضرب بهذا الشكل، يعني كنعمل ضربات بالدلاك، عاد كنبدا ندوزو باش ما كيخرجوش ليا داك الطبقات ديال التوريق من بلاصتهم. يعني كنثبتهم، عاد كنبدا كنطلق العجين حتى كنحصل على مستطيل. ما تحاولوش ترقوه بزاف باش ما كيدخلوش الطبقات ديال التوريق مع بعضياتهم، وبالتالي ما كتجيش الكرواسون ديالنا مورقه بشكل جيد، وفي نفس الوقت ما تخليوهاش خشينه او غليظه باش ما تجيكمش معجنه. كنطوي العجين في النصف باش كناخذ القياس، وكل نصف كنطوي على 3 وكنقطع. هنا عملت كرواسون بحجم متوسط. ممكن الا بغيتوها كبيره تقسموا كل نصف على 4، وطبعا كل مستطيل كنقسمو على 2 بهذا الشكل، وبالتالي كنتحصل على 12 كرواسون دفعه واحده. كنفلحها من التحت كما هو موضح باش كنعطيوها شكل الكرواسون. غادي ناخذ اول مثلث، كنبدا كنمدو بين يديا، كنجبد العجين. ضروري ما تجبد ليكم وما تقطعش. هنا كتعرفوا بلي العجين ديالكم راكم خدمتوها بشكل صحيح. من بعد كنطويها كي كتلاحظوا معايا، ما تزيروش يديكم اثناء الطوي او اثناء اللف، باش كتحصلوا على كرواسون اللي كتجي مجعبه كي شفتوا معايا في الاول د الفيديو. اما الا زيرتوا يديكم راه كتحصلوا عليها بحال البريوش، ما كتجيش مجعبه. هنا ممكن تعمروها كيف ممكن ما تعمروهاش، ليكم الاختيار. انا استعملت هنا الشكلاط الباطوني، وغادي نستعمل ايضا الشكلاط ديال الدهن. ممكن تعمروها بمكسرات، بكريمه اللوز، ليكم الاختيار. ودائما كنأكد بالنسبه لطريقه الطهي اللي هي مهمه بزاف، كترخفوا يديكم، ما كتزيروهاش باش كتحصلوا على كرواسون اللي كتجي مجعبه من الداخل، وفي نفس الوقت ملي كطيب ما كتجيش معجنه. وضروري ما كتمدوا هاد المثلثات ديال العجين باش كتحصلوا على عدد طيات اللي كثيره. ولازم هاد العجين ما تقطعش لكم نهائيا من تكونوا كتمدوها او كتجبدوها. كنستمر اخواتي بنفس الطريقه الموضحه في الفيديو حتى كنسالي الكميه اللي عندي بالكامل. كنستفها في الصينيه، وغادي نخدم العجين المتبقي بنفس الطريقه. هنا كتركوها حتى كتختمر. ضروري ما تختمر بشكل جيد، بحيث انكم ملي كتزعزعوا اللاطه ديالكم كيتبان لكم داك الكرواسون كتمشي وكتجي، يعني كتحرك. هنا كتعرفوها راه اختمرات بشكل جيد. كدهنوها في صفار البيض، ما توضعوش البياض، غير الصفار اللي كتخفوه بالحليب. وبالنسبه للحليب كتغلبوه على الصفار، يعني الحليب كيكون اكثر من الصفار. كدهنوها مزيان بشكل جيد، وغادي ندخلها مباشره للفرن اللي كيكون مسخن من قبل على 250 درجه. يعني كتسخنوه من قبل لمده 10 دقائق. الكرواسون كتبغي الفران اللي يكون سخون، النار كتكون من التحت ومن الفوق. مجرد ما كتدخلوها كتخفضوا من درجه حراره الفرن ل 200 درجه، والنار كتكون من التحت ومن الفوق. كتوضعوها في الرف الثاني، ما كتوضعوهاش مباشره على النار باش ما كتحرقش لكم من التحت، وفي نفس الوقت كتورق على خطرها حتى كتنفخ، كتطلع عليها التحميره من الجوانب. عاد كتخفضوا من درجه حراره الفرن ل 180 باش كتحمر على خطرها، كتورق بشكل جيد وكتجي ايضا مقرمشه. كيكون هذا هو الشكل ديالها اخواتي. راه فعلا كتجي ناجحه بلا قوه ليتور، طريقه سهله بزاف. كنحصلوا على كرواسون تماما مثل المخابز او احسن بكثير. وباش تنجحوا وتوفقوا في تحضير الكرواسون لابد من الزبده تكون خاصه بالتوريق. مع الممارسه والتكرار غادي توليو تقنوها. زائد طريقه الطهي اللي هي مهمه بزاف،
الا ما عرفتوش طيبوها فصدقوني غادي تضربوا هاد المراحل كامله في الزيرو. فكنأكد اخواتي لازم تفرجوا في الفيديو من الاول حتى للاخير باش توفقوا وتنجحوا فيها. وكل ما استعملتوا زبده التوريق نوعيه ممتازه كل ما كتحصلوا على كرواسون اللي ناجح. شوفوا معايا اخواتي كي كيجي تماما مثل الكرواسون الفرنسي ولكن بلا قوه ليتور، بطريقه اللي سهله ومبسطه. وبهكا كنكون وصلت لنهايه الوصفه. كنتمنى توصلوا الفيديو لاكبر عدد من اللايكات والبارطاج. وما بقى نقول لكم غير الى اللقاء لوصفه اخرى من وصفات رجاء في البيت. احبكم في الله، مع السلامه.